بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل. أعزائي أعضاء جروب وقناة أرانب جد عصام، عزيزي مربي الأرانب المبتدئ، أتمنى لما يوصلك الفيديو ده إن أنت تكون في أتم صحة وفي أسعد حال، اللهم آمين يا رب العالمين. النهاردة 16/6، الفيديو انا بسجل كذا فيديو مع بعض، فممكن الفيديو ده بينزل بعدها بيوم او بيومين او حاجة، عشان ما يبقاش فيه تعارض في التاريخ اللي انا بقوله. انا عملت فيديوهات قبل كده كتير، ولكن انا قلت طريقة شغل الارانب في الصيف، ازاي هنشغل الارانب في الصيف. اسهل حاجة يا جماعة تشغيل الارانب في الصيف، ولكن عايزة حرفية شوية. النهاردة درجة الحرارة تقريبا اهي زي ما انت شايف اهي 35. طب 35، انا كنت دايما بقول لك بالشوية، لا انا بالنسبة لي درجة الحرارة 35 هي درجة مثالية للارانب اللي عندي وللسلالة اللي عندي. درجة الحرارة 35 دي بتعتبر بالنسبة لها ساقعة، يعني الارانب السلالة بتاعتها بتستحمل الحرارة دي، وبالتالي انا ما ببلش الشويلة. ببل الشويلة امتى؟ اما درجة الحرارة بقى بتعدي ال 35 توصل 40 او اكتر من كده، بضطر ان انا ابل الشويلة. وبالتالي الحرارة كويسة النهاردة، فانا زي ما انت شايف سايب الارانب اهي مفيش اي مشاكل، والارانب نايمه ومريحه. يبقى دي اول حاجه. حتى الشفاط اهو مش مشغله، لان الجو ما فيهوش رطوبه والحراره بالنسبه لنا معقوله. طب ايه بعد كده يا عم عصام اللي انت ما بتعملوش؟ اول حاجه انا ما بعملهاش وبحذرك منها، ان انت تتعامل مع الارنب بالنهار. بص كل الارانب هتلاقيها عامله ازاي، خد بالك اهي نايمه. يبقى بالتالي ما تتعاملش مع الارنب. يعني ايه ما تتعاملش مع الارنب؟ يعني حضرتك اوعى تدي مضاد حيوي او حقن او تعشر ارنب او تمصل ارنب او تيجي جنب الارنب طول ما الجو زي ما انت شايف والارنب مريح كده. اوعى تتعامل مع الارنب. عايز تدي حقن، عايز تلقح الارانب، الكلام ده يا الصبح بدري يا بالليل متأخر. دي نمرة واحد. يبقى ما تتعاملش مع الارنب طول ما هو نايم. تاني حاجة حضرتك هتنزل فيتامين سي في المية. بننزل فيتامين سي بيطري في الميه. ما عندكش فيتامين سي نزل ليمون، نزل كربوناتو، اي حاجه من دي هتفيد الارنب وهتساعده على انه ما يحصلوش اجهاد حراري. ده نمرة 2 اللي انا بشتغل بيها. طب ايه بعد كده يا عم عصام؟ بعد كده حضرتك اوعى تلقح الارانب الا لما تفطم عيالها. الارانب وصلت 30 يوم 35 يوم حسب ما انت بتفطم، افطم العيال وابدا لقح الارنب. طب ليه؟ لان مش معقول في الحر ده ان ارنب نايم كده عنده اجهاد حراري ان انا يبقى هو هياكل لنفسه وياكل للخلفه اللي في بطنه ويرضع، ما ينفعش. فاحنا بنلقح الارانب يا جماعه بعد ما بنفطم الخلفة بتاعتها. يبقى شغلك في الصيف هيعتبر في منتهى الجمال لو انت سمعت كلامي. الارنبة ولدت اوعى تيجي جنبها وتعشرها، عيالها كبر هم زي كده، دول المفروض اهم ان هم يتفتموا. ابدا القح الارانب زي ما انا وريتك من شوية، ان تلقح الارانب بعد الفطام. هو ده كل اللي انا بعمله مع الارانب. لو في مكان زي كده اهو حاطط الشوال ولكن مش بله، بس بعلق الشوال عشان اشعة الشمس ما تخشش عند الارانب. هو ده شغل الصيف. لو الحرارة وصلت معاك 40،
يبقى في الحالة دي هنرش الأرانب بمية عليها شوية يود، عليها شوية دايزانون، عليها أي حاجة، بس اوعى ترش بكلور، لأن الكلور هيموت الأرانب من الريحة بتاعته. يبقى بنرش يا بيود يا بدايزانون يا أي مطهرات تكون عندك. بنرش الأرانب لما الحرارة بتوصل لدرجة 40. هو ده اللي حبيت أوضحه لك، إن إزاي نشتغل في الصيف، بنشغل الأرانب إزاي. اوعى تريح الأرانب في الصيف عشان الخصوبة ما تسقطش عندك، واشتغل وتوكل على ربنا، إن شاء الله ربنا هيكرمك. وإلى لقاء قادم في فيديو قادم. لكم حبي ودعواتي بدوام الصحة والستر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.